السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم اليوم في فيديو جديد بما يخص التربية الفردية والجماعية. اكو بعض الناس تتساءل يقول ما هي الفرق بين التربية الجماعية والفردية؟ التربية الفردية فرقها عن التربية الجماعية. الجماعية أنا بالنسبة لي أفضل الفردية أفضل، لأن الفردية تقدر تسيطر على نوع الإنتاج، مثلا بما يخص التركيبات أو فد إنتاج معين أو تركيبات العفو، مثلا تريد تشكل في تركيبة جديدة تقدر تسيطر عليها من خلال التربية الفردية. والشيء الثاني سلامة التخصيب وتلقيح بصورة صحيحة تتم بصورة صحيحة إذا كانت بالأقفاص الفردية، لأن بالأقفاص الجماعية أكثر الفحول تضرب الفحول إذا كان يصير تزاوج، فيصير قتال بيناتهم، بعض الأحيان يكون قتال مميت، فلذلك تخرب نوبات بعض الأحيان، البيض ما يتخصب بصورة صحيحة. هاي بالفردية الجماعية التربية الجماعية. أما المحاسن اللي بيها الفردية الجماعية التربية الجماعية هي سهولة الأكل، تقديم الطعام لهن وتقديم التنظيف. بهاي الصورة تكون التربية الجماعية أفضل من الفردية، بس بيها مساوئ هواي الجماعية. أول شيء الإناث مثلا بعض الأيام عندما يقرب موعد التزاوج والتفريخ يكون شجار بين الإناث على البيوت، على بيت التكاثر، يصير بيت قتال مميت، بعض الأحيان تموت بعض الإناث، فهاي من مساوئ التربية الجماعية. وأما من ناحية التلقيح، النوبات الفحلة ما تخلي الفحل الباقين يخصبون بشكل جيد. ومن ناحية الأمراض السلبيات مالتها، إذا لا سمح الله تمرض فرد يمرض الباقين كلهم، لأن تعرفون المشربية وحدة والأكل واحد. هاي بما يخص التربية الجماعية. قلت لكم يعني التربية الجماعية بيها مشاكل عدة، منها التخصيب ما يكون بشكل صحيح. الفقرة الثانية ما تقدر تسيطر على نوع الإنتاج، مثلا تريد تسوي في التركيبة أو مثلا طير عاجبك الطيرة فما تقدر تزاوجهن بصورة صحيحة، لأن بعض الأزواج تاخذ غير اللي ببالك أنت. هاي اثنين من المساوئ مالتها. الثالثة بالأمراض تسوي مشاكل كبيرة، لأن كلهن بمكان واحد ياكلن. هاي ثلاثة. المسألة الرابعة الإناث دائما تتقاتل على المكان، فهذا يؤدي إلى تأخير الإنتاج، لأن الطيرة تظل مثلا تدخل بهذا العيش وتطلع من هذا العيش، وهذا يأخر الإنتاج ويصير مشاكل. أما التربية الفردية، أنا بالنسبة لي مربي تربية فردية وتربية جماعية. التربية الفردية تمتاز بأن أول شيء تخصيب يكون الفحل ماخذ راحته بصورة صحيحة، يقدر يخصب براحته. والشيء الثاني تقدر مثلا الزوج اللي عجبك تقدر تخليه مثلا الإنتاج تسيطر عليه، مثلا النوع اللي تريده أنت. هاي بالنسبة للفردية. أما بالنسبة لكثرة الإنتاج والسيطرة على الأفراخ، تقدر بسرعة تخلي الطيور تنتج، لأن الطيرة يبقى قدامها بيت واحد فتختاره. هاي التربية الفردية. وبالنسبة للأفراخ تضمن سلامتهن من حيث الطيور. إذا بالتربية الجماعية أكو بعض الإناث تهاجم البيوت وتقتل الأفراخ أو تكسر البيض. بس التربية الفردية اللي بيها المساوئ مالتها الخدمة مالتها تضوج، يعني لازم يوميا تبدل المي
ودار الأكل مو مثل التربية الجماعية، تخلي لها المرة واحدة وتقدر تكثر لها بالأكل والمي. فهاي عدة نقاط بالفردية، بالتربية الجماعية والفردية، اللي المساوئ واللي المحاسن. بس بالنسبة لي أنا أفضل التربية الفردية ولو هي متعبة. ومن ناحية الأمراض بالفردية تقدر تسيطر عليها، لا سامح الله إذا تمرض زوج تقدر تعزله، أو مثلا تخليه على صفحة وتخلي له العلاج اللازم. فهاي بما يخص التربية الجماعية والتربية الفردية، إلى المساوئ إلى المحاسن. بس أرجع وأكرر وأقول التربية الفردية أفضل من التربية الجماعية من ناحية الإنتاج وسرعة التزاوج وضمانة التلقيح وقلة الأمراض. وأنتم هذا الشيء بعد راجع لكم. بالنسبة اللي يريد يسوي جماعي لازم يتحمل الأمراض ويتحمل القتال ويتحمل تأخير الإنتاج. أما بالفردي تقدر تسيطر على الإنتاج، والطيرة يصير عندها بيض بغزارة لأن تتغذى جيد وحدها وماخذة راحتها ومأمنة. هذا بما يخص اليوم فيديوهنا اليوم، وشكرا لكم على حسن المتابعة، وأرجو المشاركة بالقناة وتفعيل الجرس وتعطونا لايك شباب، ما تخسرون شيء. جزاكم الله خير الجزاء، في أمان الله أحبتي.